9 أماكن بتتعامد عليهم أشعة الشمس غير معبد أبو سمبل، والتاسع مفاجأة بالنسبة لك. المكان الأول معبد الكرنك، وبتتعامد عليه أشعة الشمس يوم 21 ديسمبر احتفالا ببداية فصل الشتاء. والمكان الثاني هو قصر القارون، وبتتعامد عليه برضه أشعة الشمس يوم 21 ديسمبر. أما المكان الثالث فهو تمثال أبو الهول، وده بتتعامد عليه أشعة الشمس مرتين في السنة، الأولى يوم 31 مارس بداية فصل الربيع، والثانية 23 سبتمبر بداية فصل الخريف. والمكان الرابع اللي بتتعامد عليه أشعة الشمس هو معبد حتشبسوت في الدير البحري بالأقصر، وده بتتعامد عليه أشعة الشمس يوم 8 أو 9 ديسمبر وهو عيد الإله حورس. والمكان الخامس هو معبد دندرة، وبتتعامد عليه أشعة الشمس مرتين في السنة، مرة 4 فبراير ومرة 8 نوفمبر احتفالا بالإله حورس. والمكان السادس هو معبد هيبس في الوادي الجديد، وده بتتعامد عليه أشعة الشمس مرتين في السنة، الأولى يوم 7 إبريل والثانية يوم 6 سبتمبر. المكان السابع معانا هو دير شليوت المعروف بمعبد إيزيس الصغير، وده بتتعامد عليه أشعة الشمس مرتين في السنة، الأولى يوم 20 فبراير والثانية يوم 23 أكتوبر، وبتتعامد عليهم أشعة الشمس على وجه تمثال الإله آمون. المكان الثامن معانا هو كنيسة الملاك ميخائيل في منيا القمح بالشرقية، وده بتتعامد عليه أشعة الشمس 3 مرات، الأولى يوم 1 مايو والثانية يوم 19 يونيو والأخيرة يوم 22 أغسطس احتفالا بانتهاء صيام مريم العذراء. أما المكان الأخير معانا فهو الكعبة المشرفة، واللي بتتعامد عليها أشعة الشمس يوم 27 أو 28 مايو ويوم 15 أو 16 يونيو من كل عام. واخيرا لازم تعرف ان ظاهره تعامد اشعه الشمس على اي مكان لا تحدث الا في المنطقه المداريه التي تقع بين مدار السرطان ومدار الجدي.